والبقية الذين تشاهدونهم أمامكم هم كرسي احتياط المنتخب الوطني اليوم والذي غيرنا وأعين كاميراتنا. مساء الخير وسيلة. مساء الخير بلال. الرقم القياسي الإفريقي في وكذلك رشيد غزال المتألق. الكرة لم تخرج، ما زال في القائمة الثانية والتشار هناك في تونس المنتخب التونسي. كرة جزائرية في غولي يتوغل يزيد سفيان، يروح سفيان يلعبها قصيرة، هاي كرة هدف. التدخل من الدفاع من قيمة الجيل الحالي الذي بدأ يتطور ويخرج بالكرة الموريتانية إلى الساحة الإفريقية. لعب النهائيات في الطبعة الماضية، تعال هناك عفوا مع فرحات مرفوعة جميلة وخروج حارس المرمى ناموري دياو الأقرب مع بداية الموسم ومع النهاية. في بداية الموسم لا يصلون لأحلى والأفضل ما لديهم من الناحية داخل الإطار وداخل خشبات المرمى الثلاث. كانت تدخل هذه الكرة، كانت تدخل من إسلام سليماني بأي طريقة. سيدفع الثمن هنا على ملعب الهند. يعني هذا الفريق راح يحقق يعني قوية يا سلام، قوية هذه التسديدة والمحاولة من بعيد، سددها وكاد يفعلها هاريس بل قبل خدا كامل داخل منطقة العملية. أفضل من تلقي هدف، ولكن هذا المحارب لا يكل ولا يتعب. هيا كيف جاءت اللقطة وكيف جاءت المحاولة، ضربها في الأولى وتبعها في الثانية وحطها في الشباك في الثالثة، فجاء الهدف الأول الذي ربما هي 41 ولا فرص كثيرة. 2 والثالثة كانت ثابتة براسية سفيان فيغولي. هدف مقابل رشيد غزال يرفع تدخل الكرة الثانية قوية الذي لا يستهان به ألكساندرو كيجا. وصل على الكرة، هل هو الذي أخطأ؟ هل هو الذي كان عليه أن يترك الكرة تخرج ولو خرجت إلى الركنية، لأنه ترك مكانه من خارج من منطقة بعيدة يسجل الهدف يعدل النتيجة بكيفية ممتازة في الدقيقة 55 بقوة. اللاعب هذا الحسن حويبيب هو الذي عدل النتيجة. كيف سيكون فيغولي ما أروع فيغولي، هذا المحارب الذي لا يكل ولا يمل. إسلام لعبها مع فيغولي، تمريرة ممتازة. شاهدنا جمال بالماضي الدقل لما يكون خاسر، لا أريد أن أخسر، أريد أن أسجل الأهداف، أريد أن أخذ كل المنتخبات على محمل وتبصم على أنك محارب من طينة الكبار. آدم والناس يعود مكان بولايا بونجاح السفاح بين قوسين، طبعا يدخل هو الآخر. الكرة دائما لزين الدين فرحات، يحتفظ بها زين الدين، يراوغ يواصل يحتفظ يلعبها تمريرة قصيرة رايحة لآدم والناس. الثالثة ثابتة. من سجل الهدف إنه المنتخب الوطني الذي يمر إلى السرعة القصوى الآن ويرفع من رتم المباراة. آدم والشعب، آدم والناس، آدم يضيف الثالث للمنتخب الوطني. الثالثة ثابتة، تركها له بغداد بونجاح وحتى رشيد غزال قال له خذ راحتك في منطقة الجزاء وسجل الهدف. هدف رائع بعد أن ضاعت الكرة على بونجاح. المنتخب الوطني أصبح يبتعد أكثر في النتيجة
في هذه المباراة، ويجب أن ننوه لما يقوم به فرحات على الجهة اليسرى من الهجوم. الهدف هو الرابع. يراوغ رائع يوسف، يواصل يوزع. يا سلام، تحدثت عن الثنائية الرهيبة، تحدثت عن الثنائية الرهيبة. بغداد بونجاح وكأن به لما أتته كرة الهدف الذي سجله الناس تركها وقع الهدف. ما أجمل وما أروع التمريرة، دوروا في بلاصتو، خلاه واقف ووزع الكرة على طبق لبغداد بونجاح الذي لا يرفض هذه الهدايا، ويوقع الهدف الثامن عشر له بألوان المنتخب الوطني في المباراة 39 التي تسدد. وهذا حكم المباراة الذي لا المنتخب الوطني ويمثل الجزائر. لا رامي، لا 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 لا, لا يا رامي السبعيني تنرفز نوعا ما بعد التدخل عليه من هذا اللاعب أبو بكر كمارا الذي يسدد. وهذا حكم عن من يسجلها ولكنه يجد مدافع. السلام عليكم.